وحشتوني كتير كتير، ويا رب تكونوا بصحة وخير وانتوا بتتفرجوا عليا النهاردة. وجايالكم فكرة حلوة قوي نقدر نغير بيها الرخام القديم. ايه الخامات اللي احنا عايزينها النهاردة؟ عايزين لاكيه، عايزين انا هستخدم اللاكيه الابيض وفي منه الوان كتير للي عايز. وعايزة تيب عشان اعزل السيراميك عن الرخام، عشان السيراميك ما يتبهدلش من اللون اللاكيه، عشان بيبقى قوي قوي في تنظيفه. وعايزه رولة زي دي، الخشنه دي حلوه قوي قوي على فكره في توزيع اللون، وفي منها الناعمه دي بحوالي 5 ل3 جنيه. وكمان عايزه نفط اسمه الدبابه، لانه بيبقى شفاف وحلو جدا، ما بيغيرش اللون اللاكيه بتاعي. زي ما انتوا شايفين هنا انا بعزل ايدي بكريم مرطب كويس جدا، وبحط الجوانتي عشان بيبقى تنظيفه. خدوا بالكم اللاكيه الزيتي ده بيبقى صعب قوي قوي في تنظيفه من الايد، وعلى الاسطح لو جه على حاجه غلط. بيتنضف بتنر عامه او نفط. هبتدي بقى زي ما انتوا شفتوا كده انا خففته بالنفط بتاعي لغايه ما بقاش يعني مش سايل قوي او ماسك قوي، بين البنين كده حلو معايا. وحبه صغيرين على جنب كده هدرجهم اخليهم لون رمادي بملونات صغيره GLC مخصوصه لتدريج الالوان اللاكيه. عملت بدرج اهو اللون زي ما انتوا شايفين معايا، عشان عايزه اعمل زي عروق كده لونها رمادي. اللي مش حابب يعمل الدرجه اللي انا هعملها دي النهارده، ممكن يعمل لون اسود، يجيب لاكيه اسود ويعمل زي الجلاكسي، عارفين تنطروا عليه كده برونز ذهبي او فضي. وبعد ما ينشف تديله طبقه اخيره اللي هو بتاع الحوائط GLC او اي ورنيش خشب، هيبقى قوي جدا جدا معاكم. انا بوزع اللون زي ما احنا شايفين هنا. بدي كده طبقه حلوه سميكه بالرولة بتاعتي، اوزع كل حتة. وادهني الاول الطبقة كلها السطح اللي انت هتشتغل عليه، وبعد كده هنبتدي نلون. هنمسك خطوة خطوة، وياريت تسمعوني كويس عشان تعرفوا تطبقوا الموضوع ده. عملي جدا، وصدقوني وفر لي كتير جدا. كنت بجيب في الشهر حوالي من 60 ل70 جنيه ستيكر، وانتوا عارفين الستيكر كل شوية يتخدش وكده. زي ما انتوا شايفين انا عزلت الحلة الاستانلس عشان ما يجيش عليها اللون، وكمان السيراميك، واديني شغالة اهو قدامكم. ونرجع تاني اقول لكم هو هيستحمل ولا لا واحنا شغالين كده. هيستحمل، بس سيبوه ينشف مدة كافية. هياخد حوالي 24 ساعة ان هو ينشف. هو مكلف ولا لا؟ يعني تقريبا مجموع الحاجات اللي انا جبتها دي بحوالي 60 جنيه، قضت حوالي 4 متر ونص او 4 متر من الرخام. يعني مفيش احسن من كده. هينشف في حوالي زي ما قلنا 24 ساعة، وبعد كده تبتدي تستعمليه. بس ما تحطيش عليه اشياء تقيلة قوي، لان هيفضل حوالي يوم او 2 على حسب مكان التهوية اللي عندك، يفضل يبصم او يسيب علامات بس خفيفة، مش اللي هو يتشال من مكانه يعني. بعد كده خلاص يبقى عادي جدا، وهيبقى مش يتكحت بسهولة، لا هيبقى قوي. انا وزعت اللون زي ما انتوا شايفين اهو معاكم. حبيت اعمل باللاكيه عشان السطح اللاكيه لما تيجي تشتغلوا بيه بيبقى قوي جدا. لكن جربت مره الرخامه دي وعملتها بالاكريليك العادي بتاع الحوائط، واديتها بعد كده طبقه ورنيش بتاعت اخشاب، كانت حلوه. بس ما قعدتش كتير معايا، يعني قعدت حوالي مثلا 3 شهور وابتدت تتخربش. وشلتها بكل سهوله على فكره بالسكينه، وطلعت معايا. وحبيت بقى اعمل لون جديد، وقلت اغير معاكم كده ونشوف مع بعض. اللون الرمادي اللي انا درجته، ابتدي اي حاجة كده ريشة مثلا شيش طاووق، عصاية الشيش طاووق بسنها كده، نبتدي نخطط خطوط مموجة رفيعة قوي زي ما احنا شايفين. وبعد كده هبتدي بقى يعني اوزعها، ادمجها دمج بسيط يعني نظام كده زي ما انتوا شايفين. راح جاية عليها بايدك تبقى خفيفة، على اساس اعمل تمويه للون، على اساس اعمله كده زي الرخام، تجزيعة الرخام. هموه بس اول سطح بالشكل ده، وبعد كده هنشوف تاني مرحلة ايه معايا. كل ده واحنا بنشتغل ما نسيبوش ينشف. هنا برضو ما نشفش معايا. بعد ما اديت اول طبقة ابتديت اعمل تاني تجزيع تاني عروق من برضو الابيض بقى، المرة دي دخلته دمجته والرمادي. على فكرة الموضوع ما يحيرش، كل ما اللون تلاقيه عصلك معاكي او في حتة ما ظبطش ممكن تضيفي لون ابيض او رمادي تاني. اعملوا بقى اللون اللي انتوا عايزينه، ممكن بني وعروق بيج، او ممكن اسود وتنطروا فوقيها برونز
وتثبتوه في الاخر بالورنيش، هيبقى تحفة جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بالكيس بقى ابتدي امشي مع العروق دي رايحة جاية، هيدينا شكل الرخام بالظبط، هيبقى جميل جدا وعملي على فكرة قوي قوي. محدش يجي يقول لي مش صحي، احنا مش هنحط عليه اكل مباشر، نستغنى عن الخطوة دي. كده كده احنا بنستخدم قطعات، قطع للحمة قطع للخضار، والاكل بتاعنا بيبقى في اطباق، فكل ما هنالك ان هي بيبقى شكل حلو ونظافة، وبتحسوا كده ان بيدي بهجة كده للمكان وتجديد. زي ما انتوا شفتوا اهو شغالين بالكيس، كيس عادي مكشكشينه في ايدينا، ونبتدي نوزع، نمشي بس رايحين جايين على العروق بتاعتنا بالشكل ده، ونعمل المكان كله. اهو ابتدى يموه قدامنا كده خلاص. انا صورت، يعني انا بصور فيه بقالي كتير، يعني صورت من مدة كبيرة وبعد كده نشف طبعا، قعد ده تقريبا حوالي 30 يوم. انت عارفين بقالي مدة ما بنزلش فيديوهات، ده كنت اخر حاجة بحضرها. كده بقاله حوالي 30 يوم ولسه بيلمع وجميل، و انا عاجبني، وفر لي كتير. كنت كل شهر تقريبا ما بيعجبنيش شكل الرخام، فتلاقيني حطيت ستيكر ب50-60 جنيه، وكل شوية بتعب جدا كمان في ان الستيكر طبعا انتوا عارفينه بيتبهدل بسرعة، اللون بيروح وبيتقشط بسهولة، فتتعبي كمان في لزقه، تتعبي في نظافته ان هو يطلع من الرخام نفسه عشان تغيريه وتشيلي تحطي غيره. جميل صدقيني جدا، ممكن يقعد معاكي من 5 ل6 شهور وممكن اكتر على حسب اعتنائك بيه. محدش يقول لي مش صحي، مش هنحط عليه اكل مباشر خالص، في قطعات نحطها ونقطع عليها الاكل بتاعنا. ما تنسونيش في اللايك وما تبخلوش عليا باللايك لو الفيديو فعلا فاتكم. شكرا لكم جدا جدا.